تحليل تكسير المادة الوراثية DNA في الحيوان المنوي. طبعا احنا بنسمع كتير قوي عن التحليل ده، وناس كتير جدا بتيجي تقول يا دكتور احنا ليه مش بنعمل التحليل ده بشكل روتيني قبل ما نعمل الحقن المجهري؟ انا بقول لحضراتكم ان تحليل تكسير المادة الوراثية للحيوان المنوي او DNA هو فكرته الأساسية إن إحنا نعرف معدل التكسير بتاع الحمض النووي داخل الحيوان المنوي، وده بيفرق معانا في مجموعة من الحاجات. زي إيه؟ أول حاجة، في حالات تأخر الحمل غير معلوم السبب، ممكن جدا يكون سبب تأخر الحمل في الحالات دي برغم أن العدد سليم إلا أن معدل تكسير الحمض النووي داخل الحيوان المنوي عالي. تاني حاجة، ممكن يكون سبب في الفشل المتكرر للحقن المجهري. تالت حاجة، ممكن يكون سبب في الإجهاض المتكرر. طب كويس، يعني ليه أسباب كتيرة وليه حاجات كتيرة، إحنا ليه بقى يا دكتور ما بنعملوش بشكل روتين في الحقن المجهري؟ لأن إحنا التحليل ده تحليل مكلف، ومفيش منصة علمية واحدة أقرت إن إحنا نعمل تحليل تكسير المادة الوراثية بشكل روتيني. بالعكس، ده في اختلافات حتى نعمله في حالات تأخر الحمل غير معلوم السبب ولا لأ، وفي اختلافات نعمله في حالات فشل المتكرر الحقن المجهري ولا لأ. يمكن الاتفاق الوحيد إن إحنا نعمله في حالات الإجهاض المتكرر.